لنقل انني استوفيت عمليه البحث والتقصي في شروطها، لكن عرفتي واش غندير لك؟ غنعذبك. شنو هو غنعذبك؟ كنخليك في عمليه بين. عرفتي شنو هو العذاب؟ شنو هو؟ كل ما طولت المده، والقانون كيعطيني هذا الحق انني نطول شحال ما بغيت، انت تتساءل مع نفسك واش هاد بابتيا هو الذي سيدرب المنتخب السنغالي في كأس العالم ام لا؟ سمعتي؟ يمكن. واش العقوبه غتوصل انه يتم توقيفه لمده سنه كامله؟ الى توقف سنه كامله معناه خصو يستبعد من جميع المسابقات وغتصادق عليه الفيفا. اذا غنخلي واحد المدرب اللي غادي يجي يفاجئني قرار يصدر عن الكاف ذات وقت كيقول بانه موقوف لمده سنه، وبضيع علي كثير من الوقت لاجد بديلا له في حال ما اذا كان القرار ثابت. شتي ولا لا؟ اذا لانك انت اسات للنهائي، انا ككاف غادي يكون عندي الحق انني نطول لك مده الانتظار، ومده الانتظار هي مده التوجس، مده الانتظار هي مده الخوف، مده الانتظار هي مده التوقع الاسوء من داك الشيء اللي يمكن تجي عن طريق الكاف. انا كنعطي دي زيبوتيز. حنا كلنا كمغاربه، وربما ككره عائله كره القدم الافريقيه، الكل ينتظر العقوبات كي غتكون، شنو طبيعتها. اوكي، لاننا واضعين اليوم الكاف على المحك، اما ان تكون او لا تكون هذا الكاف، اما ان تكون عندها القدره والسلطه الكامله على انها تعطي لهذا الحدث الافريقي ما يستحق، وتنزل عقوبات اللي ما تسمحش لاي واحد ان يجي بنفس الفعل، حتى يعرف على ان عمليه الاحتجاج والخروج من الملعب عنده ضرائب ثقيله جدا. هذا هو اللي كاين. حنا بيني وبينك كنتمناو انها تطلع هذه العقوبات، لكن الكاف مادام القانون في الصفا ممكن انها تقول لك انا اياه، لكن انا واخده وقتي في الاعلان على القرارات.